الاهلي خلى الوطن العربي كله يسميه الاهلي. كل فريق تحصل فيه الاهلي. ما في فريق في دولة عربية خارج مصر اسمه الزمالك. صح. الاهلي الشعب، الوطن العربي كله خالد. الاهلي تاريخ، بطولات، كل حاجة، المجد كله. رقم واحد تقول في العرب صراحة تاريخيا بطولة. كل عربي يشجع على بداية الاهلي ومن ثم انتقل ممكن للزمالك. لكن البداية عشان تعرف كرة القدم لازم تكون اهلاوي بعدين تروح الزمالك. بس الزمالك سموه على اساس منطقه الزمالك. هذا الحقيقه. جيب لي نادي في وطن عربي نسميه الزمالك، ما يسمي لكن كل فرق العربيه فيها اهلي. كان اسمه المختار. اهلي جاي من الشعب يا خالد. الله عليك. لكن الاهلي اكثر من 30 نادي في كل الدول العربيه الان. في قطر في الاهلي، في طبعا، بس في كل مكان. طيب في كل بلد عربي لهدنا فيه. في احيانا في الدول العربيه اكثر من نادي اهلي، اكثر من نادي واحد في اهلي. في لبنان، في فلسطين اكثر من نادي. تصويت عفوا صوتنا تصويت الملك. والله يا ابو جاسم الموضوع صعب. انا مسوي بحث ماجستير عن الاهلي والزمالك، عن جماهير الاهلي والزمالك. ما شاء الله. هذا كان بحث الماجستير. في وين ايوه هذا بينصفنا. ماخذها من جامعه ادنبرا في بريطانيا. في بريطانيا ما شاء الله. ايه في سبورت بوليسي، في سياسات الرياضه، في تخصص الرياضه. تمام. يعني يوم تكلم ابو خالد عن موضوع انه 70-30، انا سويت عده مقابلات مع عده من الجماهير، فاحدهم قال لي كلام، قال لنا كنا في الفصل في القاهره تقريبا عددنا 40 طالب، يعني قل من 40 ل 50. 30 طالب اهلاوي، 10 زملكاويه. 75% كده. يعني تقريبا نتكلم على يعني من 70 ل 80%. فيقول اذا بتاخذها كحجم جماهيريه، يعني الجماهير الاهلي تغلب بفرق شاسع مثل ما تفضلت.